مرحبا، اليوم بدي اساويلكم الفروج المسحب على طريقتي. كتير عالم دقوا عندي وطلبوا الوصفة مني، حبيت صورلكم اياها فيديو. وفي عالم كتير بتعاني من موضوع زنخة الدجاج وكيف بدنا نتخلص منها. تابعوا الفيديو للآخر، خلينا نروح على الفيديو. بنجيب جاط فاضي، بنعبي 3/4 مي باردة. بنحط هيل حب، ورق غار، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة هيل بودرة، معلقتين طعام خل تفاح أو خل أبيض الموجود عندكم. بنخلطهم منيح. وبنحط الدجاج. وبنتركه من 2 ل3 ساعات. بعد هيك بنفضي المي، بنغسل الدجاج، وهلا هون عم جرح الدجاج. جاي بدي اتبلهم تتغلغل التتبيلة جواتهم. وبالنسبة للتتبيلة بدنا معلقتين طعام خل تفاح، معلقتين صغار ملح، معلقتين صغار كزبرة يابسة، معلقة صغيرة فلفل أبيض، معلقة كاري، 3 معالق طعام دبس البندورة، 3 أسنان توم مهروسين، و4 معالق طعام زيت زيتون. معلقتين طعام صويا صوص. هذا القوام سميك، عم حطيت له كوب مي، برجع بضربه بالمكسر. وبنحط التتبيلة فوق الدجاج. بدنا بصلتين بنقطعهم بالنص. و3 أو 4 بطاطايات حسب الرغبة، كمان بنقطعهم بنحطهم فوقهم ونخليهم يتشربوا منيح بالتتبيلة. ولا بنجيب ليمونة بنقطعها شرايح ونحطها مع التتبيلة مشان نتخلص من زنخة الدجاج تماما. ونغطيهم وبنحطهم ليلة كاملة بالبراد. ولا بنحمل الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، ونغطيهم بقصديرة ونحطهم لمدة 2 ساعات. هلا بعد 2 ساعات بطلعهم من الفرن وبقيم القصدير عنهم. وبدهن الوش لأنه بدي أرجع رجعهم على الفرن مشان ناخد التقميرة اللي بدنا إياها. هاوي الريحة اللي طالعة منهم. رجعهم على الفرن لمدة نص ساعة. بنحضر بندورة، مايونيز، مخلل. طلعه من الفرن، وأنا هون عصرت ليمونتين مع 3 أسنان توم ونص معلقة ملح صغيرة، وخلطتهم منيح مشان نحطهم على الوش.
الله. وهلا اجت المرحلة الحاسمة. شوفوا على التأميرة. بسم الله. شوفوا يا جماعة، شوفوا البطاطا كيف رايحة نيفة. الدجاج سقسون شوي بالمرقة. لا تنسونا من اللايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، اكتبوا لي هيك تعليق حلو مثلكم. بسم الله.